بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ده نهر النيل يا جماعة. الشباك اللي أنا واقفة فيه بيطل على المكان ده مكان شغلي. بقالي أكتر من 28 سنة بشوف المنظر ده كل يوم، من الساعة 8:30 الصبح ولحد الساعة 2:30، ما عدا الجمعة طبعا والأجازات. وخلاص فاضل لي شهرين واسيب الوظيفه واطلع معاش، فقررت بقى ان انا احتفظ بالمقطع ده على تليفوني، بس مش على الموبايل، على قناتي على المنصه، عشان يبقى ذكرى جميله، وكل ما افتكر المكان افتح الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. حبيت بس ابدا الفيديو بالمقطع الجميل ده، الطبيعه الحلوه، طبيعه ربنا سبحان الله، الماء والخضره، وطبعا وانتم معانا يبقى والوجه الحسن. النهارده هنعمل فيديو، احنا مش هنعمله، احنا هنعيده. ده فيديو قديم يا جماعه، عشان الناس اللي بتجري المقاطع والناس اللي بتطلع من الفيديو لما بتعرف ان الفيديو مكرر. الفيديو مكرر لسبب، مش عشان انزل لك فيديو لان بعيد عن القناه والكلام ده كله، لا. الفيديو ده اتظلم، والوصفه دي اتظلمت، وصاحبتها كمان اتظلمت. الوصفة دي كانت فكرة من فكرة أخواتنا اللي بيتابعونا على القناة وبيقدموا لنا أفكارهم في الوقت اللي كنا فاتحين فيه المجال لأفكاركم إن احنا نطور من تصنيع الصابون البلدي، لأن المحتوى بتاع الصابون البلدي ده محتوى مش متنوع يعني. ممكن يحصل ملل، فكنا بنفتح بقى مجال للأفكار بتاعتكم، علشان كل اللي جرب حاجة بفكرة مختلفة يقول لنا عليها ننفذها مع بعض، تكون مفيدة، تكون تضيف للصابون البلدي، تكون سهلة على إخواتنا يقدروا ينفذوها. والوصفة دي بالظبط ليها ذكرى معايا مش حلوة، لأن حصل لي بعدها آه، يعني شوية كده مضاعفات، واتربطت المضاعفات دي في ذاكرتنا بالفيديو وبالمكون اللي انا اشتغلت بيه في الفيديو ده. فعشان كده انا بعيد لك الوصفة تاني عشان اكد لك ان المكون اللي اشتغلت بيه مفيش منه اي ضرر، مفيش منه اي مشاكل، الا اذا لو لامس الجلد مباشرة وبكمية كبيرة. لكن المكون ده فعلا اضاف للصابونه، ممكن نقول ان هو خلاها تتصلب بسرعه، ممكن نقول كمان ان هو خلاها تبقى لونها ابيض قوي وفاتح. اما مفعوله وتاثيره فبينتهي بعد ما تضيفيه للصابون، بيختفي زي ما تاثير الصودا الكاويه بيختفي بالظبط. هو بيكون فعال لما تستعمليه كده مباشره من العبوه بتاعته. فعشان كده ما تخافوش وما تقلقوش واعملوا الوصفه دي. الوصفه دي هتنفعكم جدا، والصابونه بتاعتها ممتازه تحفه بجد من كل النواحي، من ناحيه انها صابونه ناعمه صلبه، ريحتها العطريه ممتازه، لان احنا حاطين فيها كميه اضافات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الفيديو كان نازل لكم كفكره من افكار اخواتنا، لكن لما حصلت لي شويه مضاعفات انا حذفت الفيديو الاصلي ونزلت فيديو تحذير. طيب انا اشتغلت بمكونات ايه عشان الناس اللي حابه تعمل الوصفه بالتفصيل؟ هو زيت من الزيت اللي احنا اتعلمنا مع بعض نحتفظ بيه، كان تقريبا حوالي كيلو، 5 كوبايات يعني بالكوبايه اللي انت بتشربي بيها الشاي. حطيته في حله زي ما انت شايفه كده، حله ممكن تترفع على النار بالزيت ده، ستيل او مينا زي ما انت شايفه كده. ويا ريت تحطي بس تحتها شياطه، علشان الزيت ده بيفور قوي لما بنحط له الاضافات اللي احنا حطيناها دي. حطينا ايه؟ حطينا صابونة بشرة من الصابون اللي انت بتحبيه، ويكون صابون مميز طبعا عشان صابونتك اللي انت هتصنعيها تكون مميزة. خدت ربعها بالظبط على المقدار ده. وكمان حطيت معلقة من النشادر، والكمية دي بالنسبة لكمية الزيت كتير، انا حطيت معلقة متوسطة، وده كان بناء على الكمية اللي قالتها لي صاحبة الفكرة. هي كمان حطت كمية اكبر من دي. التوقيت اللي انا حطيت فيه الاضافة ده ممكن تغيريه خالص عشان تتجنبي شوية اضرار هقولك عليها. فانا حطيت ربع كوبايه مسحوق، وحطيت ربع صابونه من صابون الاستحمام، وحطيت معلقه متوسطه من النشادر، ورفعت الزيت على النار، نار هاديه جدا، يعني ممكن كده تحس انها مطفيه اصلا، مش هتلاحظ انها شغاله، بطيئه قوي. ويا ريت تحطي عازل ما بين الحله والنار، علشان ممكن الزيت ده لما بيبتدي يسخن، مش ممكن ده اكيد، اول ما يبتدي يسخن بيبقى زي اللبن الحليب بالظبط، بيبتدي يفور. فلو النار عاليه هيفور ويطلع بقى بره الحله ويبهدل الدنيا. خلي النار هاديه جدا، نقطه كده صغيره، واستمري في التقليب. طول ما انت بتقلبي الفوران ده بيكون محدود جوه الحله نفسها، ما بيحصلش اي مشاكل. في بقى اثناء العمليه دي ريحه بتطلع قويه جدا، هي ريحه النشادر، فانت ممكن ما تضيفهاش في المرحله دي وتضيفيها في مرحله تانية هنشتغل بيها دلوقتي، هقول لك عليها بالتفصيل. ده الزيت ده بعد ما غليته غطيت الحله زي ما شفت وبيته ليله كامله، ودوبت الصودا في كميه الميه المناسبه ليها وسبتها برضو تبات ليله كامله. اشتغلنا بكيلو زيت، 5 كوبايات يعني، هيحتاجوا مني 10 معالق كبيره مليانه
من الصودا الكاويه، هتدوبيهم في كوبايه ونص من الميه، وبعد ما يبردوا هتغطيهم وتسيبيهم تاني يوم. يبقى انت عملت الزيت جهزتيه وغطيتيه، ودوبت الصودا وجهزتيها وغطيتيها، وتشتغلي تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح هتلاقي الزيت زي ما شفتيه من شويه كده، عامل لك طبقه على الوش عشان المكونات طبعا اللي حطيناها فيه. هتقلبيها، وبعد كده هتحطي الاضافات الجل اللي انت شفتيها دي. نص كوبايه من الشاور جل، نص كوبايه من صابون الاطباق، ربع كوبايه من الشاور جل، وربع كوبايه من كلوروكس الالوان. هنا بقى تقدري تضيفي النشادر في المرحله دي. هتعمليها ازاي او هتشتغلي بيها ازاي؟ هتاخدي معلقه النشادر في كل الاضافات الجل دي بره في بوله تانية كده خارجيه، وتقلبيهم مع بعض كويس قوي، وتضيفيهم من الخليط مره واحده. كده هتتجنبي اي روايح او اي اضرار ممكن تحصل. في الحاله بقى دي بتكون الصودا بارده اصلا، انت مجهزاها من امبارح، بتنزلي بقى بيها واحده واحده وتقلبي. في خلال 5 دقايق 10 دقايق بالكتير هتلاقي الصابون ده بيتقل معاكي وبيتصبن وبيدخل في مرحله ترك الاثر بسرعه. طبعا مجموعه الاضافات كلها اللي اشتغلنا بيها هتوصلك للمرحله دي او للنتيجه دي. انا باقي معايا جزء من الصابون السائل هضيفه دلوقتي. ليه بقى؟ لان انا عايزه الصابونه يبقى فيها جزء من الريحه اللي في الصابون ده. ريحته كانت حلوه قوي، كانت ريحته بالتفاح الاخضر. كمان لما بتضيفي الصابون في المرحله دي بيفتح قوي لون الصابونه. بتضيفيه في اخر مرحله، بالذات لو هي نوعيه كويسه صابون شركات يعني، بتخلي الصابونه بتاعتك لونها ابيض قوي. وانت شفتيها معايا في اول الفيديو، ودلوقتي حالا هتشوفيها بعد ما ينشف ونفرغه من القوالب. هتصب الصابون وتغطيه بقى وتسيبيه. بعد ساعتين 2 بس هتلاقي القالب بيتماسك معاكي. هو هيتماسك من حوالي، يعني انت خلصت شغل اهو، يعدي تلت ساعه تلاقي القالب بقى بالشكل ده. ساعتين 2 وبقى محجر معاكي، تسمعي صوته. بس نصيحه ما تفرغوش في الحاله دي، لان بتبقى اطراف القالب نفسها لسه طريه، فممكن يتجرح بقى ويخلي لك شكل القالب ما انتش راضيه عنه يعني زياده في الاحتياط سيبيه لتاني يوم الصبح. شايفين الكميه دي كلها من كيلو زيت بشويه اضافات. الصابونه فاتحه، الصابونه صلبه، الصابونه شوفي بقى الرغوه، ركزي معايا في الحته دي. اول ضغطه كده من الاسبونشه ما شاء الله القارب ده كلته هيتملي رغوه، عشان انا قلت لك ان مليان اضافات كلها فيها رغوه. ده الصابونه دي كمان احنا بنجربها تاني يوم يا جماعه، فما بالك لما تقعد بقى فتره الحضانه بتاعتها، الرغوه دي هتبقى مضاعفه. فالوصفه حلوه قوي، وانا كررتها تاني عشان تستفيدي منها وتنفذيها. هستنى بقى منكم تقولوا لي ايه المكون اللي انا اشتغلت بيه في الوصفه دي وحذفته من الفيديو بتاع النهارده. انا حذفت المقطع بتاعه. المكون ده انتوا هتقولوا لي على اسمه، وهتقولوا لي ايه اللي حصل في الفيديو، وكمان هتقولوا لي مين صاحبه الفكره بتاعت الوصفه دي واسمها ايه، لان انا قلته في الفيديو. هشوفكم متابعين فن وتوفير، ولا عشان انا بغيب عنكم بتنسوني؟ انا عمري ما بنساكم. طبعا بعتذر لكل اخواتي اللي انا قصرت معاهم في الرد على التعليقات، واوعدكم ان شاء الله الفتره اللي جايه دي هنرد على التعليقات اول باول، وهراجع برضو التعليقات القديمه بامر الله.